السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف غتشوفوا معايا غتكون عندنا واحد الحلوه ديال الهلال. بالنسبه للمقادير عندي 500 غرام ديال الكاوكاو اللي كيكون محمر ومطحون، عندي رابعه تاع لابريري يعني زبده تاع لابريري، كاسونس تاع السكر، كاسونس ديال السكر كلاصي، كاسونس ديال الزيت، عندي واحد البيضه خماره، عندي 600 غرام ديال الدقيق وسكر كلاصي سبيسيال اللي غادي نمرمد فيه الحلوه بعد ما كتخرج لينا من الفران. في واحد البول كندير الزبده، كندير مع واحد القبيصه ديال الملحه، كنضيف السكر كلاصي، ضروري الزبده خاصها تكون عندنا بومادي يعني على الحراره تاع المطبخ، كتكون رطبه، كنخدموها مزيان. كنضيف الزيت، حلوه الهلال اللي كتكون رائعه يعني معروفه بالهشاشه ديالها. كنخدموا الزبده والسكر والزيت مزيان. كنضيفوا دابا واحد البيضه، كيف ما كتشوفوا معايا. كنضيف دابا الكاوكاو البلدي اللي كيكون محمر بالجلفه ديالو وكنطحنوه. اون فوا غادي نبداو ندخلوه في الدقيق، كندير الخماره، كنبقاو كنجمعو في العجين ديالنا بعد ما يتجمع ونطلاقاو، يعني كيدخل لينا داك 600 غرام ديال الدقيق كامله. كيف ما كتشوفوا معايا بعد ما كنجمعوا العجين القوام ديالها كتكون على هذا القوام بحال هكذا. غادي نديروا منها كريات تاع 18 غرام ولا نديروا 12 غرام كيف بغيناهم، ونديروهم على شكل هلاليات. كنديرهم على هذا الشكل بحال هكذا، يعني كيبقى العبار ديالي بغيتهم كبار ولا بغيتهم صغار. كندير حربول على هذا الشكل بحال هكذا، وكنديرهم على شكل هلاليات على هذا الشكل بحال هكذا، وكنديرهم في الصفيحه وندخلهم الفران على 180 درجه بعد ما كيطيبوا ليا، وكنمرمدهم سكر كلاصي كيف ما كتشوفوا معايا على هذا الشكل بحال هكا. بصحه وبركه. حلوه ديال الهلال بعد ما كطيب لينا كتكون على هذا القوام بحال هكذا. كنديروها في سكر كلاصي، كنفندوها مزيان في سكر كلاصي، نحطوها في البلا ديالنا حتى نديرو طبق التقديم. بالصحه والراحه.